السلام عليكم. تابعنا كاملين المشاهد الأليمة والمؤسفة اللي عرفتها مجموعة من المدن من خلال الأحداث الدامية التي وقعت والتي راح ضحياتها 3 شبان. ندعو الله الرحمة لهم، الله يرحمهم ويصبر والديهم، وكذلك حجم الخراب والدمار الذي خلفته التظاهرات اللاسلمية والعنيفة التي شهدتها مجموعة من المدن في أحداث استنكرها الجميع، أذانها الجميع، جميع شرائح المجتمع المغربي، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال بيانات وبلاغات أكد الجميع بأنه ضد هذه الأحداث وهذا العنف والتخريب الذي مس سلمية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من المدن، والأكيد المطالبة بالحق في الصحة والشغل وكذلك التعليم. هذه الأحداث المؤسفة كانت حسب تقييمي وتقييم مجموعة من المحللين والمتابعين والمتفاعلين مع هذه الأحداث كانت ما توقع لو أن الحكومة تحملت مسؤوليتها وخرجت منذ بداية هذه الأحداث والتظاهرات السلبية التي قادها مجموعة من الشباب مطالبين بأمور جد بسيطة. أكدت الحكومة بعد ذلك بأنها تستمع إليهم وأنها بصدد إعداد برامج أو آليات لتنفيذ كل ما يطلبه هؤلاء الشباب في هذه القطاعات. الملاحظ هنا بالنسبة لي شخصيا بأن الحكومة لم تتفوق في خروجها الإعلامي منذ بداية البلاغ المشترك للأحزاب المشكلة للحكومة، وبعدها الخرجة الغير موفقة كذلك لرئيس الحكومة. كل شيء تبعته كيفاش تعاطى الشباب المحتج مع هذه الخرجة التي لم تقدم ولم تؤخر في هذه الأحداث، واستمرت الأحداث بأشكال مختلفة وتقريبا أكثر تصعيدا بعد هذا الخرجة قلنا ديال رئيس الحكومة عزيز خنوش. من بعدها جاتنا الخرجة ديال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرين اللي كذلك لم يستطيعوا إعطاء إجابات كافية شافية لهذا الشباب، وبقي الوضع كما هو، وبقي المطلب الرئيسي العام المحور الذي رفعه الجميع، المحوري الذي رفعه الجميع وهو استقالة أو إقالة الحكومة. من بعدها مباشرة تقريبا في اليوم السادس اللي هو البارح خرج اللي هو وهبي، عبد اللطيف وهبي وزير العدل في قناة العربية. وهنا طرحنا سؤال وطرحوا معنا الجميع: ما الجدوى وما المغزى في أنك غادي تخرج في قناة تبث من الشرق الأوسط؟ هل المشاكل عندنا في الشرق الأوسط؟ الوزير يعني شنو الهدف أنك تحاور مع قنوات أجنبية وأنتم تؤكدون بأننا حصن منيع ولن يستطيع أحد الدخول لهذا النقاش الوطني المحلي، وأنكم باستطاعتكم أنكم تجاوبوا تفاعلوا مع مطالب الشعب المغربي وتقدموا إجابات، إلا أن من حيث شكل خروجك لعند قناة العربية كان بحسب تقديري بأنه كان موقع ضعف، كان من موقع ضعف، وحاولتوا بأنكم تبررون لدول الخليج ما يقع مقبول، ولكن كنقول أنا بأنك أنت بالضبط، يعني ملي كنتكلموا على وزير العدل كان المفروض أنت بالضبط، لأنك الخرجات الإعلامية ديالك كانت كثيرة وكثيرة، إلا أن منذ بداية الأحداث رجعتي اللون وما خرجتي إلا البارح. نرجع كذلك هذه الخرجات الإعلامية الغير موفقة اللي قادها التحالف الحكومي وكذلك الناطق الرسمي اللي تم استضافته في قناة ميديا، وللأسف حتى هو تطاول وحاول قمع صحفي اللي كان سولوا بأن راه المطلب الثابت لهذا الشباب هو استقالة الحكومة. كان جواب صادم ديال صراحة ديال الناطق الرسمي، وراه تقريبا كل شيء تبعته، وكانت إدانة واستهجان لهذا الأسلوب
الراديكالي، الأسلوب القمعي العنيف اللي واجه به الصحفي وحمله المسؤولية بأنه الناطق الرسمي باسم هؤلاء الشباب. هذا ماشي أسلوب. هذاك الشيء علاش راه دابا منين ولينا كنشوفوا الخرجات ديالكم راه ولينا يعني كنعرفوا بأن راه هذه المدة اللي فوتوا كنتوا بهذا بين قوسين، واعتذر على هذا الأسلوب، يعني هذا تخراج العينين راه هو اللي وصلنا لهذا الواقع. انك تهين الصحفي وتحاول انك تمارس عليه واحد الجانب ديال الديكتاتوريه في الحوار، كان اسلوب يعني بين بانك راه اذا كان هذا الاسلوب هو اللي كنت كتعامل مع الصحفيين على طول هذه الولايه في تعاطيك مع الاحداث وكذلك المقررات الحكوميه او المشاريع او الاسئله ديال الصحافه، يعني راه اكيد بان هذا الشيء راه ولا كيبان عادي ونتيجه طبيعيه ديال هذا المنطق والتفكير ديالكم. الناطق الرسمي كذلك لم يتوفق في ايصال الرسائل للشباب، وبدليل مازال تظاهرات عندنا، مازال الشباب لم يقتنع بعد بهذا جميع الخرجات ديال هذا الحكومه وناطقها الرسمي. ننتقلوا التفوق ديال الشباب من خلال الصحفي الشاب اللي صادفته قناة الدوزيم والذي أعطى جوابا شاملا كافيا. هو من يسولوه قالوا له دي لو كنت مكان الحكومة ما هي الحلول السحرية التي يمكن أن تقدمها؟ كان الجواب عنده يعني جاهز، يتماشى مع المرحلة، يتماشى مع صوت الشارع. قال لهم أنا نحشم على عراضي ونقدم الاستقالة ديالي سهلة. أنا بكل روح رياضية لم أستطيع أن أقدم شيء، نرجع يعني راه التاريخ سوف تسجل هذه الحكومة اسمها في التاريخ إذا تقدمت الاستقالة وأكدت بأنه بشكل ديمقراطي حينما خرج الشارع وصلنا لهذه الأحداث الدامية المؤسفة اللي وصلنا لها. الأكيد أن عزيزة خرنوش كانت غادي تحسب لك للتاريخ أنك إذا قدمتي الاستقالة ديالك ورجعتي لله. مجموعة من الخرجات ديال الأذرع ديالكم على مستوى الأحزاب وكذلك الشبيبات للأسف غير موفقة، وبدليل هذا الشيء كامل يمكن لكم ترجعوا لمواقع التواصل الاجتماعي وتتبعوا كيفاش تفاعلوا مع الشباب. راه غتلقاو بأن الجميع يدين هذه الخرجات اللي فيها واحد النوع ديال المواجهة، واحد النوع ديال هذاك الأسلوب اللي وصلنا لهذا المستوى. أنا هنا كنت أتساءل تبارك الله مئات منذ بداية الولاية وتحالفكم الحكومي وخاصة الحزب المسير المسيطر على المشهد اللي كينتمي له السيد رئيس الحكومة عزيزة خنوش، درتوا مئات المهرجانات، درتوا مئات اللقاءات مع الشباب والمواطنين. واليوم انا السؤال اللي كيطرح راسو فين هي ديك التعبئه وداك التاطير الوطني للشباب وفق من داخل المؤسسات ومن داخل المؤسسه الحزبيه ديالكم؟ فين مشى هذا الشيء اليوم؟ شكون هاد الشباب؟ من هم؟ اذا كانوا الادوار يعني الاحزاب ديالكم بشكل خاص والاحزاب بشكل عام كتلعب الدور ديالها، اكيد هذه النقاشات راه غتكون داخل دواليب المقرات الحزبيه، ماشي غادي تكون في الشارع. بالتالي على مستوى الشكل ديال الخرجات الاعلاميه رئيس الحكومه الوزراء وكذلك باقي المترافعين على الطرح الحكومي لم تكن موفقة ولم تصل للمستوى أنها تجيب على الأسئلة ديال الشباب المنتفض في الشارع. نقطة أخرى في نفس السياق على مستوى المضمون كان جاف، كان مضمون لم يلامس هذه الحاجيات ديال هذا الشباب، لم يقدم لهم أي إجابات، وبالتالي بقي الوضع كما هو لدرجة بأن مجموعة ديال الأصوات خرجت قال لك يجب إيقاف خروج الحكومة والأذرع ديالها تلتزم الصمت لأنها تزيد من الطين بلة وكتزيد تعمق حجم هذا الاحتقان وكتزيد يعني تأجل الشارع المزيد من الخروج والمزيد من التصادم مع القوى العمومية في الحالات اللي كنا ذكرناها سابقا، وهي استغلال مجموعة من الأشخاص هذه الأحداث من أجل القيام بعمليات التخريب والسرقة وإلى غير ذلك. في الختام ما يفوتنيش أنني أتحدث على وزير الصحة الذي تكلم وقرر بأنه يوقف
الاستثمار على القطاع الخاص في المجال الصحي نقطة مهمة وخرجت معطلة، إلا أننا على مستوى المحلي خاصة في مدينة طنطا تحدث عن جميع المستشفيات، إلا أن مدينة طنطا لم يقدم ولم يعطي لها الحجم الكافي الذي تستحقه. مر على مدينة طنطا مرور الكرام تحدث عن جميع الأقاليم والجهات، إلا أن مدينة طنطا لم تجد الحيز الكافي من داخل نقاشه من داخل البرلمان. تلك الليلة التي ناقشت فيها اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا القطاع إلى ساعات متأخرة من الليل واقع المستشفى وتبعناها كاملين، إلا أن الملاحظ بأن الوزير مر مرور الكرام على هذه المدينة التي كانت سباقة للخروج والمطالبة بالحق في الصحة وتحسين الظروف والشروط الصحية والبشرية من داخل هذا القطاع الحساس. إلا هذه ملاحظة غنرجع لها في حلقات أخرى. في النهاية أتمنى صادقا لجميع الشباب وكل من يحج إلى الشوارع من أجل التظاهر أن يكون شعاره السلمية بشكل راقي. يمكننا أن نوصل الأفكار ديالنا. دائما نؤكد بأن التظاهر حق مشروع، والأكيد معلومة اللي هي مهمة، ما يمكنش أنك تمشي عند السلطة وتحط الإخبار ديالك بأنك تعتزل تنظيم وقفة غادي يمنعك شي واحد، وإذا كان منعك غادي يكون مكتوب. والأكيد بأن راه مازال عندك الآلية ديال القضاء ويمكن لك أنك تلجأ له، ولكن غالبا وتجاربنا الشخصية راه من دير مسطرة مقادة ديال المطالبة أنك العزم أنك باغي تنظم وقفة معينة أو وقفة احتجاجية، راه الأكيد أن السلطة راه ماشي هي التورخاص، راه كتشد عندك الإخبار، وعندما تتسلم الإخبار وكتعطيك الإشعار بأنها تسلمت راه من حقك غادي دير. غير هو جوانب تقنية وما عرفتش أنا واش غادي تكونوا الإخوان هاد الشباب اللي صاعد، راه كيكونوا ترتيبات. مثلا المكان ديال الوقفة، خص الوقفة يجب تحصينه من هاد بحال هاد الأشكال اللي وقعت هذا التخريب والعنف اللي وقع واللي معزول. وما تقوليش كاين شي واحد انه من هاد الشباب اللي خارج اليوم انه غادي يعجبوا الحال وغادي يعجبوا هذا الشيء اللي وقع. بالتالي راه هذا الجانب التقني والتنظيمي حنا في واحد المراحل معينه كنا كنقولوا بان راه القمع هذا، ولكن تبين مع الفهم بان راه كاين اجراءات او بروتوكول معين خصو يدار، هو تحديد المكان، تحديد الزمان ديال الوقفه من لاش. وهنايا ان السلطات راه كتحضر جميع التشكيلات الامنيه المنوط بها حمايه هذيك التظاهر كيحضروا، وبالتالي كيحسنوا هذا الشيء. خدمتهم يدوا الشعارات يتصنتوا، هذا كيبقى تقييم ديالهم، ولكن الاهم ان الوقفه راه كتدار بشكل سلمي وحضاري يتم تامينها. راه ما كاينش واحد غير يدخلك شنو هي الشعارات اللي غادي تقول اللي ما غاديش تقول. هذاك الشيء راه بطبيعه الحال تتحمل فيه المسؤوليه انت او اللي الناس اللي خرجوا معك، ولكن غير هذا الاجراء هو اللي كيقولوا لنا كيخافوا منه مجموعه انهم ما يديروش هذا الاجراء. راه كتحمي راسك قبل ما كتحمي شي واحد اخر، لانك ملي كتكون الامور ديالك مضبوطه راه اي واحد تطفل على هذيك الوقفه او حاول استغلالها او حاول التغريب راه كيبقى معزول، وانت راك محمي بقوه القانون لانك سلكتي المساطر القانونيه من اجل الحق في التظاهر. الا ان هذاك النكره اللي جا بغى يستغل الوقفة لا من خلال مثلا الشعارات غير المبرمجة من داخل هذيك الوقفة، أو من خلال ارتكاب مجموعة من الأشكال ديال العنف لا بعلاقته بالقوة العمومية أو الاعتداء على المواطنين أو الممتلكات الشخصية العامة أو الخاصة. هادشي يعني كيبقى سينال الإجراءات القانونية الرادعة مثل هذه الممارسات. ولكن أنك أنت والمجموعة اللي معك الإخوان الذين دعوا لهذه الوقفة كيكونوا محميين بقوة القانون لأنك سلكتي المساطر. هذه الجزئية يعني هي ما تخافوش منها، نحاول ندير المسطرة، وإذا كان المنع راه غادي تخرج عبر منصات مواقع التواصل وتسائل هذا المسؤول الترابي أو هذا
رجل السلطة اللي ما قدملكش الإخبار بشنو هي الأسباب، واش هي أسباب موضوعية أو أسباب شخصية أو أنه متورط في شي ملف معين والموضوع عنده به علاقة. يعني هنا كتكون عندنا هذا الجو، هذا المناخ الديمقراطي يمكن أننا نناقشوا من خلاله هذه المعطيات. شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر. تبارك الله عليكم.